مساء الفل. بقالي كده كذا يوم قررت ان انا مش هنضف الشقة لغاية ما تجيلي الطلبية دي من امازون. وفعلا جاتلي النهاردة واشتبكت بقى على طول، بما اني يعني اللي يعرفني عارف ان انا بحب كلينرز اصلا، وبحب دايما اجرب الحاجات الجديدة اللي بتنزل. بس في حاجات انا يعني ما بخرجش براها. تمام. طيب نبتدي كده بأول حاجة معانا، وهو اللي كنت مستنياه علشان اروق التلاجة، وهو المكسل بتاع الفريدج والمايكرويف. تمام، ده احسن حاجة انا جربتها بتنظف التلاجة. ليه بقى؟ اولا المكسل او المنتجات ان احنا ممكن ننظف تلاجة باي حاجة، بخل، بكربونات، وكل الحاجات دي بتشيل الحلو وبتنظف حلو. لكن المنتجات اللي بتبقى مخصصة دي هي فعلا بتشيل الروايح في التلاجة، وفعلا بتحسوا ان هي شالت لو في بقع او حاجة كده، تحسوا ان في طراوة كده فجأة مرة واحدة. فانا بحب اجيب الحاجات المخصصة، ولو هي خلاص في شهر الدنيا زنقت خلصت بستخدم البديل. وبعدين خدوا بالكم بيقعد معاكم فترة كبيرة جدا، يعني ده يعني تقريبا قعد معايا 3 شهور تقريبا، بخلص فيه بنضف بيه التلاجة كل مثلا اسبوعين على حسب ما تتوسخ براحتها. فبرش رشة كده في كل اجزاء التلاجة بفضيها. المهم في المنظفات يا جماعة ان انتوا تقروا وراها بالظبط. يعني في ناس بتنظف وما بتقراش التعليمات، فالحاجات بتبوظ منها. وده حصلت معايا، يعني انا مش ناصحه يعني بس يعني الواحد بيتعلم يعني في منظفات زي ما هتشوفوا دلوقتي، ركزوا كده في الفيديو هتشوفوا فيها حاجات لازم نستنى ولازم تتشطف، وفي حاجات ما بتتشطفش. فلازم تقروا كده الانستراكشنز اللي ورا الازازه كويس. طيب هنا في المكسل ده بيقول ان احنا بنرش في التلاجة وبعدين نشطفه، ما ينفعش نمسحه بفوطة، لازم يتشطف. وده اللي انا عملته. ابتديت ان انا اشيل الارفف بعد ما انا رشيت، وتسيبوه دقيقتين، يعني مش اقل من دقيقتين. لو في حاجات حاسين التلاجة بقالها فترة كبيرة مش متنضفة، سيبوه لمدة 15 دقيقة. يعني لو حاسين بقى ان الدنيا الموضوع في الضياع خالص، لا سيبوه فترة طويلة، هو مكتوب عليه كده على فكرة. تمام، انا بسيبه دقيقتين لتلاتة كده، وبعدين ببتدي ان انا اشيل الارفف دي، غسلتها ودرج التلاجة وكل الحاجات دي، ابتديت ان انا اشطفهم ونشفتهم وسبتهم في جنب. جبت ايه بقى؟ جبت فوطة مبلولة، وابتديت ان انا انضف بقى التلاجة دي كلها. كل ما الفوطة واشطفها في الجاك. شفتوا انتوا المية مية سواد يا جماعة، يعني مع ان انا بغسلها باستمرار. تمام، بس انا بقالي فترة فعلا سايباها يعني، بس مش كبيرة، يعني تقريبا شهر ولا حاجة ما نضفتهاش. فبرضو التلاجات من لازم تنضفوها باستمرار، لان انتوا مش بتبقوا شايفين ان فيها بكتيريا. خصوصا بقى كمان اللي عجبني المكسل ده انتي بكتيريال، فانتوا ضمنتوا كده ان انتوا عقمتوا التلاجة كمان. ندخل على اللي بعده، وهو الرينول ملمع الستانلس. طيب بالنسبة لملمعات الستانلس، انا بستخدم الرينول ده احيانا كتير، بس وبيقعد برضو فترة طويلة جدا. بصوا يا جماعة الكلينرز عامة بتقعد فترة طويلة. طب تعالى اوريكم كده وهكلمكم عليه، وهكلمكم هو يعني نمبر كام بالنسبة لي في ملمعات الستانلس. هو بالنسبة لي انا ميديم، يعني بيلمع ميديم حلو يعني، وكمان يعني اون بادجت، يعني سعره لطيف. تمام. طيب انا هنا بوريكم كده، انا ابتديت المعه من الستانلس برضو، ان انتي نفس القصة بترشي وبتسيبيه شوية، مش ترشي وتقوموا منضفينه على طول وتقولوا ايه ده ملمعش. لا، رشي المنظف الستانلس ده وسيبيه شوية. انا هنا رشيت على البلاعة من جوه ومن بره وكل حاجة، وابتديت ان انا عندي كمان الشفاط كان بقاله فترة كده حاساه مطفي. وفعلا يا جماعة منظفات الستانلس دي بتنور الستانلس تاني، مش يعني ممكن مش خلونا ما نبالغش نقول ترجع جديده، لا هي بتنوره تاني يعني، فاهميني؟ غير ما تلمعوه بالجلانس. هو الجلانس حلو كل حاجه، بس الستانلس لو عملتوه كده كل شهر تنظيفه للستانلس بالملبع الستانلس، هتلاقوه الستانلس نور معاكم تاني. بعدين فوطه مبلوله برضو معصوره كويس قوي، وتبتدوا شايفين بيعمل رغوه، يعني انا عايزين نشيلها على قد ما نقدر. وبعدين بفوطه ناشفه نبتدي ننشف السطح بعد ما احنا نتأكد ان احنا شطفناه على قد ما نقدر كويس جدا بفوطة مبللة كده، مش هنغرقه مية. هنبتدي ننشف بقى
الاسطح اللي احنا لمعناها، بصوا بتنور تاني. انا بحس ساعتها ان الستانلس نور تاني. وطبعا من اهم الحاجات اللي بحب انضف بيها ملمع الستانلس وهو الاحواض. طيب انا هنا برشه وبسيبه شويه برضو وهنشطف، يبقى احنا هنرش وهنشطف. تمام. بسيبه برضو من دقيقتين لتلاتة 5 دقايق على حسب ما تحسوا سطح ايه بتاعكم محتاج ايه. تمام. طيب وبعدين شطفته وبعدين ننشفه عشان نشوف النتيجة. انا رشيت على الحنفية الستانلس، رشيت على الشفاط. طبعا بمسكه باخد ستانلس البيت كله. بمعنى ايه؟ بمعنى برش على الحتة بتاعت البوتاجاز برضو، البلت ان عندي برشه بيه كل حاجة. طيب ايه تاني جالي في بس قبل ما اقول لكم ان من احسن ملمعات الستانلس اللي انا جربتها وهي الملمع بتاع استونش. يعني ده كان رهيب يعني بجد، ده اللي بيرجع جديد بقى رهيب. بس هو مشكلته انه غالي وابتدى يغلى اكتر طبعا مع الزيادات بتاعه الدولار والحاجات المستورده دي، فاكتفيت بالرينول او ساعات الماكسيل ستانلس. بس انا بالنسبه لي الرينول كان افضل في البرودكت ده. تمام. طيب ايه تاني موجود؟ جاي لي من ضمن الحاجات يعني مناديل بابيا، وانا بابيا بقيت هي دي اللي بستخدمها، او فاين المضغوطه ما بستخدمش غيرها. بجد حاجه كواليتي حلوه قوي. طيب نيجي بقى للمفاجاه القمر اللي كنت مستنياه. انا كلمتكم قبل كده عن اللي هي ملمع اللي هو بيشيل الجير واثار الصابون، وقلت ان هو حلو وبرده هو غالي جدا، ابتدى يبقى غالي. طب اتبعت لي ايه تاني بجيبه اقل شويه من استمش. بصوا في حاجات رخيصه ودي ما برشحهاش تماما، مش هتشيل معاكم، هتقرفكم، لازم تتعكوا وراها كويس. فيعني خلينا كده في الموضوع. مستر ماسل ده يا جماعه ملمع الحمامات، ده بيدي رغوه. انت اول ما تشير اصلا تحسي ان في فوم طلع كده مره واحده، تحسي ان هيعمل حاجه. يعني عارفه تتفائلي كده اول ما ترشيه، تحسي مش رش وخلاص، لا في فوم طلع كده منه وتحسيه ايه بيعمل حاجه. طيب لو انت الدنيا عندك بقى بقالها فتره الجير متراكم، لما هتعمليه على مرتين تلاتة. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عملته النهارده، سبته فترة حلوة، سبته 3 4 دقايق كده على البتاع، وابتديت ان انا اشطفه وانشفه بفوطة. تاني يوم اديله لير تانية او طبقة تانية واسيبه برضو شوية واحطه. هتلاقي كل مرة الجير بيقل جدا معاكي. تمام. بعد كده بقى لما توصلي للريزلت حلوة او نتيجة حلوة، هتكتفي بس ان انتي تعمليه ترشيه كل اسبوع. تمام. هيرجعهولك بجد يعني جميل. يعني الحاجات اللي انتوا ركزوا كده في بعد جير كده وشوفوا هيعمل معاها ايه من اول مرة. تمام. يعني هيدي نتيجة حلوة جدا يا جماعة. ده كان بديل للاستونش اللي انا بجيبه للترسبات بتاعة الحمام والصابون وكده. تمام. بصوا بقى بعد ما شطفت بجد يا جماعة، انتي بتمسكوها تشطفوا بقى الحنفية بالمية. وعايزة اقولك ان كمان بترشيه على الحوض بيشيل كل اثار الصابون اللي بتبقى لازم بالسلكة. بلاش سلكة يا جماعة في الحمام، بلاش سلكة في الاحواض والستانلس، يعني بتدمر الحمامات. يعني دي عن تجربة سنين. يعني انا لما نقلت بعد كده في شقة تانية، الشقة الاولى دمرت من كتر السلك. فبلاش سلك، خلوا دايما ممكن تبقى فرشة اللي هي بتاعة الدعك دي خشنة شوية مش قوي. بلاش يعني، كفاية بس ليفة عادية وكفاية المنظف ده بيشيل كل حاجة تشطفه وتنشفه بالفوطه، ترجع الحاجه حلوه يا جماعه وتحافظ عليها. لان الجروح الكتير في الاخر بتبوظ البرودكتس بتاعتكم او المنتجات بتاعتكم. اخر بقى منتج معايا وهو فريدة مش فريدة زي ما الاعلان عرفنا. الحمد لله. انا بحب فيها المنظفات الارضيه والمعطرات اللي هي بتاعت بالليمون وريحه النظافه والحاجات دي، بس انا بحب فيها دول. في حاجات تانية انا ما حبيتهاش في فريدة عامه. المنظف الارضيات احلى 2 فريجرنس او 2 روائح انا حبيتهم، هو الصنوبر والورد. انا يعني لا ده لا ده بابا، يعني عشان انا بزهق بسرعه، بس هما الاتنين دول من احسن الحاجات اللي انا حبيتهم. ده كان فيديو النهارده، فلوج كده سريع. حبيت اوريكم